بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايب قلبي في فيديو جديد على قناة ام بدر. كل عام وحضراتكم بألف خير، رمضان كريم إن شاء الله. نعمل أجمل فطار في الدنيا بإذن الله، محشي بتنجان وفلفل كوسة، ورق عنب، وكمان صينية جلاش ومعاهم فراخ. إن شاء الله نتابع الفيديو كده هنشوف كل الخطوات. هنا طبعا بدأت التجهيزات كده زي ما احنا شايفين سوق الخضار اللي قدامنا ده. يعني هنبدأ نجهز ونشتغل من الأول خالص بإذن الله. هنقدر نسيطر ونخلص كل حاجة في ميعادها بإذن الله. طبعا فراخ طلعتها متجمدة من الفريزر، هنشوف مع بعض دلوقتي هنفكها ازاي. هنا بس أخدت بقى كده الفلفل والكوسة ديهم لمامتي، ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحة. تبدأ تظبطهم كده وتوضبهم لي لغاية اما انا اشوف باقي ايه الموضوع يعني. هنا بقى جبت الفراخ كده في حلة، حطيتهم وحطيت عليهم مية عادية جدا من الحنفية، وحطيت عليها سكر وملح، وهسيبهم بقى علشان يساعد ان هما يفكوا بسرعة. هبدأ هنا بقى اجهز التسبيكة بتاعة المحشي. بدأت ان انا حطيت كمية البصل اللي قطعتها، وكمان عليه وفرمت كمان 10 فصوص كبيرة من الثوم كده مع البصل. هنا حطيت حلة على النار وحطيت فيها كمية حلوة من الزيت، وبدأت ان انا اضيف عليها جزء من البصل، وحجزت منه حبة كده. هنشوف هنعمله ازاي. وبعد كده بقى جبت التوابل الجميلة دي: نعناع جاف، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وبهارات، 7 بهارات. وبعد كده ببدأ ان انا بقلب كويس جدا التوابل دي مع البصل وهو على النار. الطريقة دي بتبقى حلوة قوي، بتقوي طعم التوابل في التسبيكة بتاعتنا، وكمان بتبقى ريحة قوية وحلوة قوي. بصراحة بتاعت الشيفات الكبار بتوعنا يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. من ساعتها بصراحة بتبع الطريقة دي، فبتبقى حلوة قوي. وطبعا ضفت كركم وكمون وبهارات لحمة مع استمرار في التقليب. وطبعا بعد كده بضيف لتر ونص من عصير الطماطم، طبعا على حسب الكمية اللي حضرتك بتشوفيها يعني، بتقدريها للكمية البتنجان والخضار اللي هتحشيه. بس غطيت على الحلة بقى ورحت جهزت البقدونس، طبعا كنت نقعت في مية بخل وبعد كده قطعته. وهنا بعد ما التسبيكة هدت شوية هبدأ بقى ان انا اضيف عليه باقي كمية البصل اللي انا ضربته في الكبة. طبعا الطريقة دي بتاعت مامتي حبيبتي، بتحب تعمل كده المحشي على طول، ولازم اعمل الحركة دي. بتبقى برضو التسبيكة ليها طعم مميز كده، وتبقى المحشي بتاعها طعمه تحفة. ضفت الخضرة مع الرز وبقلب كويس جدا. خلاص كده انا سبكت، هركنها على جنب. هبدأ بقى هنا كده الفراخ بتاعتي فكت اهي وبقت جميلة. هبدأ اخدها كده في حلة واديها صدمة بحبة زيت بسيطة أو قطعة من الزبدة. بس هنا بقى ضفت ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل أسمر. وهبدأ إن أنا بديهم بس كده تقليبة. بعد كده بديهم مية سخنة مغلية. هبدأ إن أنا أخلي الفراخ تستوي فيها، طبعا علشان أنا محتاجة المرقة علشان أسقي بيها المحشي. بس كده تمام. هغطي بقى على الحلة واسيبها لغاية ما تستوي براحتها. نبدأ بقى هنا كده علشان نحشي البتنجان. شفتوا الحركة دي؟ في لحظة كده خلاويص المحشي معانا اهو اتحشى وزي الفل. ولعت عليه النار، جبت المرقة بتاعتي طبعا ظبطتها. طبعا بحب احط عليها نعناع جاف، وبحط عليها كمان طماطم مبشورة او وبابريكا، ملح وبهارات طبعا علشان نظبط تطعيمة المحشي بتاعنا ويطلع جميل معانا. نبدأ بقى ان احنا نسقي المحشي بتاعنا طبعا كمية السوائل تكون مناسبة لكمية المحشي الموجودة في الحلة، محطش كتير علشان اول حاجة ما تفرش على البوتاجاز، وتاني حاجة انها ممكن تعجن المحشي. فبتبقى حاسة كده تقديرية من عندنا ان احنا بنحط كمية السوائل المناسبة لكمية المحشي. تمام كده، اوكي. بس هنا هغطي الحله بقى واسيبها تستوي براحتها، وبعد كده اما تتشرب اوطي عليها النار. هنا بقى جهزت حله صغننه كده علشان احشي شويه ورق عنب لنورين بنتي حبيبتي، عشان طبعا صايمه ما بتحبش ولا البتنجان ولا الفلفل ولا المحشي التاني ده، هي بتحب ورق العنب بس. فحبيت ان انا احشي لها كده حله صغننه. وبس هنا بقى المحشي بتاعنا تمام خلص وبقى زي الفل اهو. بدأت ان انا اغرف كمان الاطباق بتاعتنا كده بالمنظر ده. خلص معايا كمان ورق العنب استوى زي الفل اهو، قدمته كده في الطبق. والبتنجان والطماطم بقى والفلفل اللي كانوا على وش ورق العنب اهم. هنا بقى الفراخ بتاعتي حبيت ان انا اقليها في البيض والبقسماط عادي خالص جدا كده على البوتاجاز.
بس هو دي كده اجمل محشي عملناه واسرع محشي في رمضان. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان الوصفة تكون فيها افادة. طبعا قدمت معاهم صينية جلاش كده جميلة باللحمة المفرومة. كده افطارنا يكون خلص. اتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا وصلوات ودعوات مستجابة. اتمنى لو اول مرة حضرتك تتابعي القناة دعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. اشكركم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.